حكايه سينا ايه وايه اللي بيحصل في سينا بالظبط، وايه اللي مختلف في ارهاب 2014 عن ارهاب التسعينات. ده اللي هنحاول نعرفه من الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الامن القومي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. عايز اعرف من حضرتك ايه اللي مختلف في ارهاب 2014 عن الارهاب القديم؟ هل هو مجرد ان التسليح زاد، ولا الاعداد زادت، ولا الاستراتيجيات اتغيرت؟ يعني في التسعينات كان الشكل العام الفكر عقائدي، وكان الفكر فيه ان هناك يعني دولة بيكفرها، وهناك فكر معين في جماعات مختلفة زي التكفير والهجرة، وبيبتدي يكفر الدولة. وكان طبعا المايسترو الرئيسي في هذا الموضوع كالعادة هي جماعة الإخوان، ودايما كان بتحاول تلعب دور الوسيط ما بين الجماعات المتطرفة الإرهابية اللي بتستخدم السلاح وما بين الدولة علشان تحقق مكاسب مع الدولة. وهي حاطه هذه الجماعات المتطرفه كوجهه، هي بتقول ده الوجه السيء اللي هي بتكافحه بالظبط، وهي بتحاول تقنعهم. لا، هي بتتولى عمليه الاقناع وتتولى عمليه الوساطه ما بين الدوله وما بينهم علشان يقتنعوا بانهم يكفوا عن اعمال العنف. ووصلنا في المراحل المتقدمه بعد المواجهات المباشره معاهم، واعتقد ان اللي حسم المواجهات المباشره وخلاهم يبتدوا يرتدعوا كان الوزير زكي بدر لما قال لضباطه اطلقوا في سويداء القلوب. الوضع الحالي بقى اختلف تماما. احنا بقى عندنا دلوقتي مخططات دوليه واجهزه مخابرات اجنبيه بتدعم بقوه كبيره جدا، في مخطط واضح لتقسيم منطقه الشرق الاوسط. مش هنقعد نعيد لان الكلام ده اتقال كتير قوي في الاعلام، ولكن دي الحقائق. فاذا هناك دول كامله بتقف ورا مخططات التقسيم، مخططات الارهابيه اللي بتحدث في هذه المناطق. كنا في اثناء عصر جمال عبد الناصر كنا بنتكلم على القوميه العربيه، وكنا عايزين وحده عربيه، وكان عندنا تاريخ مشترك ولغه مشتركه ومصالح مشتركه. دلوقتي بقت اللغه اللي بتوحدنا بقت التهديدات المشتركه، وهم نجحوا انهم دايما يستغلوا الانظمه الحاكمه في معظم الدول من ايام جمال عبد الناصر وما بعدها، انهم يستغلوا هذه الانظمه ومصالحها الشخصيه علشان دايما ما يبقاش في وحده ولا تكامل اقتصادي ولا ولا ولا. هو عايز يوصل في الاخر انه يفتت هذه الدول تماما ويستولي على مصادر النفط. اسرائيل بتاخد طبعا بشكل مباشر على طول دلوقتي عن طريق تركيا البترول باسعار بخسه للغايه برضه. وتركيا بتاخد من داعش. طبعا تركيا بتاخد من داعش ده من زمان، وده موضوع متعارف عليه ومنتهي. وهي اساسا احد اغراض تركيا انها بتدعم داعش، انها اولا تقضي على كل ما هو معارضه كرديه، ثم تحصل على البترول بشكل معين، ثم تنهار هذه الجيوش المحيطه بها حتى تصبح قوه اقليميه وتسيطر على المنطقه المحيطه بها. هنا نرجع تاني للاستراتيجيات الجديده، ان هناك دول واجهزه مخابرات بتدعم جماعات موجوده داخل مصر ارهابيه. الجماعات الارهابيه ايا كان بقى تشكيلها وتكوينها، وانها بتجيب عناصر من بره مرتزقه بتدعمهم بناس بياخدوا فلوس ومقابل مادي علشان يجوا ينفذوا عمليات، بتتعامل مع انظمه مختلفه في المحيط او جماعات مسلحه في المحيط ليها مصالح متبادله مع دول مختلفه في المنطقه. كل الاستراتيجيات اللعبه الكبيره الضخمه بتاعت الفوضى الخلاقه دي والشرق الاوسط الجديد دي، اللعبه دي كلها ما كانتش موجوده في التسعينات. ما توقعش ان علشان جالي هنا 60 ولا 66 شركه اقتصاديه على 160 مش عارف عضو من كذا حته وجايين هنا في زياره لمصر ان كده اتغيرت السياسات الامريكيه. لا، هي ما اتغيرتش، هي لا زالت بتعمل كما هي. وفي وقت من الاوقات برضه هتحاول بمجرد ما بتجد نقطه ضعف هتخترق منها عشان تحقق سياستها بتقسيم مصر كاساس للعالم العربي اللي هو المفروض كان من الستينات لغايه النهارده. بس واضح النهارده ان في حاجه اسمها انصار بيت المقدس تبايع حاجه موجوده اسمها داعش على حاجه موجوده اسمها الخلافه. مش عارف داعش، خلينا نحلل ايه سبب تفوقها المفاجئ اللي حصل في العراق وانها تسيدت المنطقه هناك. في اسباب كتير ناقش فيها وخلافه، ان هو يعني دول زي دول الخليج كانت بتدعمها علشان ده حركه سنيه مسلحه بتوقف الهلال الشيعي. في بعض كان بياخد دعم من خلال دول ادوات للغرب هتديله سلاح وتديله خلافه، سواء قطر او تركيا او خلافه. ولكن الجوهر الرئيسي فين؟ الجوهر الرئيسي ان المناطق اللي انتشرت فيها داعش وحققت هذه الانتصارات العظيمه هي انها كانت بتتعامل ضد جيش شيعي عراقي، وهذا الجيش كان بيضطهد السنه في مناطق السنه بدرجه غير عاديه. جوهر الموضوع ان الشعب المتواجد في هذه المناطق والسكان المحليين هم اللي ادوا له القوه دي.
ودايما بنتكلم ان القوى الغربيه وان هناك المجموعات المموله من الخارج، اللي خلينا نقول العملاء اللي بيبقوا موجودين، دايما بيهاجم ايه؟ بيهاجم الجيش والشرطه علشان يعمل فارق ما بين الجيش والشرطه وما بين الشعب. فكان قدامها ايه بقى الرساله الثانيه اللي تحاول تنتشر بيها او تعمل بيها رساله رعب؟ هو انه يقوم بنفس دور التتار، المذابح والقتل والحالات الشاذه في اكل اجزاء حيه من البني ادمين والى الحاجات دي كلها، بيبعت رساله رعب دعايه للمناطق اللي حواليه بان انا هخش عندكم وهعمل كده علشان كله يخاف وكله يجبن على مواجهتهم او عن مواجهتهم. فبالتالي دي رساله هي بتوصلها كعمليات، كجزء من العمليات النفسيه اللي بتحاول تحققها. ارجع جوه مصر بقى. جوه مصر المبايعات جزء من العمليات النفسيه اللي بتدار بتعليمات للقيادات دي من اجهزه مخابرات اجنبيه. اعلن مبايعتك لداعش. دي كلها حياه حتى جذبت كتير من الغرب، سواء فتيات او سواء رجال او شباب، جذبتهم لان دي حاله شاذه موجوده. وانت عارف حضرتك الهوس، فيلم من افلام العصور الوسطى بالظبط يعني. هوس من اللي هو موجود عندهم في الغرب، فبقى بيجتذب الناس دي، وعن طريق الفيسبوك وعن طريق، طبعا هم محترفين في المجال ده ومدربين عليه كويس جدا جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، وبيدعوهم ازاي وبيتناقش ازاي وهكذا. وعنده ناس متخصصين في اجتذاب عناصر من الغرب تحديدا، لان ده يهمه، لان ده بيدي رساله رعب وورقه ضغط على الغرب ان هناك عناصر من عندي ستذهب في يوم من الايام ترجع لبلادها وتكون خلايا نائمه عندي تنفذ عمليات ارهابيه في المناطق، في الدول الغربيه. طيب. الوثيقه اللي بزغت لتاسيس حماس في الاساس هي فصيل اخواني، ودي بتنص عليه، وده موضوع منتهي. تمام. حماس وهو جزء من جماعه الاخوان المسلمين، ده رقم واحد. فبالتالي توحدهم مع جماعه الاخوان المسلمين ده امر يعني اساسي عندهم في فكرهم وعقيده انشاء الجماعه دي نفسها. دي رقم واحد. رقم اتنين، الجماعه دي اللي انشاتها اسرائيل واحنا عارفينها علشان تشق الصف الفلسطيني، وزي ما احنا شايفين هي ناجحه تماما في هذا. فتح في منطقه وحماس في منطقه اخرى، ده قطاع غزه وده الضفه. الموضوع اتقسم تماما. هل عندنا ما يثبت ان اسرائيل هي، ولا ده مجرد استنتاج؟ لا، في ما يثبت هذا لدى الاجهزه الامنيه، وليها مطلق الحريه انها تقول او ما تقولش. واحنا شفنا الاخر النزاع المسلح الاخير اللي كان ايا كان المسمى بتاعنا، ما بيحبش اطلق الاسماء الاسرائيليه على النزاع ده، النزاع المسلح الاخير تم تصفيه عناصر معينه، قيادات في جماعات مختلفه خلاف حماس داخل قطاع غزه، ولم يتم تصفيه عنصر واحد قيادي داخل حماس. بقالنا سنتين بنحارب هذا الارهاب في مصر، مش كتير؟ هنستمر قد ايه؟ الناس النهارده اللي بيقول لك احنا قلقانين ان القوات المسلحه تكون فعلا مسيطره على الوضع، نقول لهم ايه؟ الارهاب ما بينتهيش في يوم وليله، لازم نبقى متفقين بهذا على هذا. ما فيش حاجه اسمها انا في خلال شهرين هقضي على الارهاب تماما. بشكر حضرتك يا فندم. عفوا. بشكر الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الامن القومي.